عسلامة، مرحبا بكم لمصافحة جديدة اليوم. الجمعة 20 سبتمبر 2024، جمعة مباركة للجميع. نرجع نعاود نقول اللي احنا على منصة سابينوس نحبوا نخلقوا أو نحاول نبني مجتمع إعلامي يعتمد الصورة المعلومة، يعتمد الخلق والإبداع في مجال الصورة والمجال الإعلامي عموما. هذا الفضاء مفتوح لكم كما قلت في مناسبات سابقة، اللي أي حد يلقى يلتمس في نفسه وإلا يحب يدخل المجال هذايا، يتعلم، يشارك، خاطر هي عملية مشاركة وأخذ ورد، معناها باش نحكي وباش نناقشوا مواضيع بخصوص الصورة وبخصوص خلق المضامين أو إنجاز المضامين الإعلامية أو المضامين بشكل عام الإبداعية في التوثيق بالصورة، في الروبورتاج، في الوثائقيات بشكل عام، حتى نوصلوا للفيلم القصير. إذن خلينا نبدأ بكوكتيل سبور لليوم الجمعة. وفي خبر أول، أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم على تعيين الحكم هيثم القصعي لإدارة مباراة النادي الإفريقي وشبيبة العمران في ملعب حمادي العقربي برادس نهار الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة 4:30 لحساب الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش يساعدوا كل من حسان شعبان وصديق اللموشي، والحكم الرابع هو خليل الطرابلسي. تعاقد أمس الخميس فريق قوافل قفصة مع الحارس رامي الجريدي لمدة موسمين، وأمضى كل من المهاجم البرازيلي جوناثان سانتوس ومتوسط الميدان الدفاعي الغيني الكالي تراوري عقد بنفس المدة. أيضا المدافع المحوري صديق الماجري ومتوسط الميدان محمد مسعي قبل انتهاء فترة الانتقالات، وتوصل الفريق إلى اتفاق مع أجابري لموسم آخر. سجل المهاجم التونسي علي يوسف أمس هدف فريق نادي هاكن اللي انقاد إلى هزيمة أمام ضيفه بورغو ريدن 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري السويدي، ليرتفع رصيد علي يوسف إلى 8 أهداف هذا الموسم. هاكن في المركز التاسع ب33 نقطة. أعلن النادي الرياضي البنزرتي أمس عن تعاقده مع المهاجم زياد العلوي لموسمين في صفقة انتقال حر. سبق للعلوي 30 سنة اللعب مع جندوب الرياضية والقلعة الرياضية، الاتحاد المنستيري وأهلي بنغازي الليبي. أسفرت قرعة كأس أفريقيا للأمم لكرة اليد للسيدات التي ستقام بكينشاسا من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024 المؤهلة لبطولة العالم ألمانيا هولندا 2025. أسفرت عن انضمام المنتخب التونسي للمجموعة الثانية إلى جانب أنغولا، كونغو الديمقراطية، غينيا، الكاميرون، أوغندا، فيما ضمت المجموعة الأولى الكونغو برازافيل، السنغال، مصر، الجزائر، الرأس الأخضر، كينيا. يتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي. تقام اليوم بداية من الساعة 3 مساء مباريات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا لأصاغر كرة اليد بتونس، وتكون على النحو التالي: مصر بورندي قاعة خواجة المهدية، ليبيا المغرب قاعة قصور السيف، تونس كينيا الساعة 6 مساء في قاعة خواجة بالمهدية، والجزائر وغينيا في قاعة قصور السيف.
وبداية من الساعة 4 مساء تنطلق غدا مباريات الجولة الرابعة لبطولة النخبة لكرة اليد. ستكون على النحو التالي: نادي الافريقي نادي جمال لكرة اليد، بعث بن خيار هلال مساكن، سبورتينغ المكنين نصر طبولبة، الترجي الرياضي التونسي ساقي تزيت، مكارم مهدية الاتحاد التميمي، والنجم الساحلي جمعية الحمامات. وفي الجولة الافتتاحية لبطولة افريقيا لكرة اليد للأصاغر امس فاز المنتخب التونسي على المنتخب الليبي 30-17. افضل لاعب كان سيف الدين العوادي من تونس. المنتخب المصري فاز على منتخب غينيا 46-22. افضل لاعب المصري محمد عبد الهادي. الجزائر فازت على بوروندي 45-30، والمغرب فازت على كينيا 27-25. بعد قرار حل جامعتي المصارعة والأشرعة أمس الخميس، قررت وزارة الشباب والرياضة تعيين مكاتب وقتية لتسيير شؤون الجامعتين. ومهمة هذه المكاتب الدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية خلال الأشهر الثلاثة القادمة. انقاد برشلونة مساء أمس إلى هزيمة الأولى هذا الموسم بعد أن سقط أمام مضيفه موناكو الفرنسي 2-1 في مباراة على ملعب لويس الثاني لحساب الجولة الافتتاحية لمنافسات دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد. في الدقيقة 16 سجل ماغنيز أكليو لموناكو، ثم عادل برشلونة عن طريق لامين يامال في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 71 جورج تينيكانا سجل هدف فوز موناكو. ولعب برشلونة منقوص من إريك غارسيا اللي خذا إقصاء في الدقيقة 10 منذ مطلع المباراة. في ذات السياق فاز باير ليفركوزن الألماني خارج قواعده على الهولندي فاينورد 4-0. وكذلك بنفيكا البرتغالي فاز خارج أراضيه بهدفين لهدف على كيرفنا الصربي. فاز الفريق الفرنسي ستاد بريستوا على سترام غراز النمساوي 2-1. وفاز أيضا أتلتيكو مدريد الإسباني على لايبزيغ الألماني 2-1 بهدف بنجامين إسكو. عادل أتلتيكو في الدقيقة 28 عن طريق غريزمان، ثم هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق جوزي جيمينيز. وتعادل أتلانتا الإيطالي مع أرسنال الإنجليزي بدون أهداف. وأضاع ماتيو ريتيغي ضربة جزاء لأتلانتا في الدقيقة 51. هكا نوصلوا لنهاية كوكتيل سبور اليوم. كما قلت هذه المنصة سابينوس تستقبل الناس الكل، تستقبل الآراء، الأفكار، المساهمات، المشاركات، باش تكون منصة كبيرة إن شاء الله نكبروها الكلنا مع بعضنا بالمشاركة متاعكم، بالدعم متاعكم. ما نستغناوش على دعمكم، على مساندتكم لينا في هذا المشروع الوليد. نحاولوا حجرة حجرة، وعنا الوقت ماناش مزروبين مع أحبابنا وأصحابنا وكل الناس اللي يهتموا بالعمل اللي نقوموا به باش يحطوا إيديهم ويتفضلوا في كل وقت يعبروا على رغبتهم، وإحنا جاهزين باش نشاركوا الناس الكل ويكونوا معنا ونعملوا المجتمع متاعنا هذايا في هالغرام هذايا في خدمة الناس اللي تسمع لنا، الناس اللي تستقبل وجهة النظر متاعنا وأخبارنا وتعاليقنا. هكا إذا نكونوا أنهينا كوكتيل سبور اليوم وصفحتنا اليوم جمعة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. نلتقي في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.